السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقدم لكم هاد البيتزا باغيت. وجدت العجينة وخليتها تخمر، درت فيها 400 غرام تاع الفرينة مع كاس نتاع الحليب، خمارة، شوية ديال السكر، شوية ديال الملحة وشوية ديال الزبدة وبيضة، بيضة كاملة. صافي كتخليوها تخمر ومن بعد كتقطعوها بهاد الطريقة، كتبقاو تكوروها. من بعد ملي كتبداو تورقوا بهاد الطريقه، بعد ما تكونوا كورتوها كويرات خليتوها تزيد تخمر واحد شويه، صافي كتجبدوها بهاد الطريقه باش تجي على شكل باغيت. كتورقوها مزيان مزيان باش تجي رقيقه وما تجيش بزاف غليظه، كتجي في المنظر زوينه بزاف. كتجي الوصفه رائعه للوليدات ملي كيرجعوا من المدرسه كيلقاو. هنا كما كتشوفوا كنديروا المايونيز هو الاول، وكنتبعوه بشويه ديال الهريسه باش يجي المذاق ديالها حار شويه، غادي تجي بنينه بزاف. انا حتى هذا شويه ديال الحرور مي ماشي حاره، حلوه وفيها شويه ديال المذاق تاع الحروريه. صافي الحشوه هي شويه ديال البصل مع شويه ديال دجاج صدر تاع الدجاج. هنا كما كتشوفوا درت زدت الزيتون خضر باش يعطي النسمه ديالها حتى هو، طحنته ودرته صافي مع الحشوه. وزدت غادي نزيد موتزاريلا، جبن موتزاريلا، وصافي غادي نجمع هاد الباكيطه وغادي نخليها حدا اختها حتى نكمل كلشي ان شاء الله. هنا كنوع شويه في ليصوص. درت هاد الصوص الجيريان، وغادي نزيد عليها شويه صوص باربيكيو وشويه ديال المايونيز، حتى هي غادي تجي زوينه في المذاق من بعد. كنديروا الحشوه كما كتشوفوا الدجاج مع البصله والفلفله والعطريه، وصافي كنزيدوا الموتزاريلا بهاد الطريقه وكنجمعوا الباكيطه كما الاخرين ان شاء الله. كنضربوهم بالمقص بهاد الطريقه باش يجيو على شكل باكيت وكيتهواو باش ما يطرطقوناش في الفران. كديروا لهم بالمقص هكا، ومن بعد كتزينوهم بشويه ديال البيض من الفوق باش يجوا محمرين. كدوزوا عليهم البيض ان شاء الله. صافي هنا بغيت نوريكم برا، سبحان الله الجليد بحال الثلج، سبحان الله، يعني الجو بارد بزاف. صافي الباكيط وجد، هذا هو كيجي بهذا الشكل، كيجي رائع ومعمر من الداخل بديك الحشوه نتاع الدجاج مع الموتزاريلا، كيجي زوين ومعلك. والحريره المغربيه، وشهيتكم طيبه.